طبعا مش محتاج اقولك قد ايه ان الناس في امريكا مهتمه جدا بالرياضه، سواء صغيرين او حتى كبار في السن. لانك ببساطه لو انت بتتابع الالعاب الاولمبيه مثلا، هتلاقي امريكا من اكتر الدول اللي بتجيب ميداليات، سواء ذهبيه او فضيه او برونزيه في العاب كتير. والموضوع مش صدفه ولا هو حظ ان هم يعملوا كل الميداليات دي في كل بطوله. لكن الموضوع تقدر تقول عليه انه سياسه دوله مثلا من زمان، او تقدر تقول ان الموضوع اتحول دلوقتي وبقى ثقافه شعب. يعني انت مثلا لو صحيت بدري الصبح، هتلاقي ناس كتيرة جدا بتجري في الشارع او راكبة عجل، او بتلاقيهم حتى بيروحوا الجيم من 5 الصبح قبل ما يروحوا شغلهم. وبرضه وانت ماشي في نفس الشارع هتلاقي ملاعب كتير، الولاد والشباب بيروحوا يلعبوا هناك ببلاش من غير ما يدفعوا ولا مليم. كل الحاجات دي ساعدت الأطفال جدا إن هم يهتموا بالرياضة، لأن كل حاجة تقريبا متوفرة حواليهم. فلما يجي بقى يوصل لسن أكبر ويبتدي يخش مسابقات وبطولات، بيقدر يكسب ويجيب ميداليات. فأكيد الموضوع طلع مش صدفة. لكن عشان نفهم أكتر عن الرياضات في أمريكا واللبس الرياضي والأدوات اللي بيستخدموها وكل الكلام ده، كان لازم نروح مكان بيجمع كل الحاجات دي في مكان واحد. ومن أكبر المحلات اللي موجودة في أمريكا مكان اسمه سبورتس أكاديمي، وده مكان له أكتر من 290 فرع على مستوى أمريكا كلها، موجود في 19 ولاية، وتقريبا هو أكبر محل أدوات وملابس رياضية في أمريكا. فتعالوا نتفرج على اللبس والأدوات الرياضية والماركات والأسعار، ويا ريت تتأكد إنك تتفرج على الفيديو كله لغاية الآخر، لأني بوعدك إنك هتشوف حاجات عمرك ما شفتها قبل كده. أنا فادي يوسف، ودي قناة إنجليش بالمصري. من أكتر الحاجات اللي بتلفت نظرنا لما نيجي نشتري لبس جديد هي الأحذية الرياضية اللي هي الكوتشي. لكن ما ينفعش ان انا احصر كل انواع الاحذيه الرياضيه تحت كلمه كوتشي، لان الكلام ده اكيد غلط. الجزم الرياضيه دي ليها تصنيفات كتيره جدا على حسب اللعبه اللي انت هتلعبها. يعني محل مثلا زي ده هتلاقي فيه running shoes, walking shoes, tennis shoes, cycling shoes, cross trainers, basketball sneakers, soccer, football, baseball, cleats, hiking boots، حتى لعبه الجولف ليها جزمه معينه. فأكيد ما ينفعش اختصر كل الكلام ده وأقول عليه كوتشي، لأن أكيد مش هي دي كلمة صح، ومحدش أصلا بيستخدم كلمة كوتشي هنا في أمريكا. وطبعا هتلاقي بقى براندات كتير وأنواع كتير وألوان كتير بقى، من نايكي، أديداس، أندر أرمر وغيرها. الموضوع منتشر جدا في أمريكا، ومعظم الناس بتلعب رياضة سواء صغيرين أو كبار، فدايما في منافسة في السوق، وهتلاقي فيه أشكال وألوان وأسعار مختلفة، وتقدر تختار بقى اللي أنت عايزه. Can you take any deeper now? وأهم رياضة شعبية في أمريكا هي الفوتبول، لكن مش كرة القدم اللي احنا عارفينها. كرة القدم اللي احنا عارفينها اسمها ساكر في أمريكا، لكن الأمريكان فوتبول دي حاجة تانية خالص. وطبعا من الحاجات اللي بتميز اللعبة دي قوي هي اللبس بتاعها، الهيلمت اللي هي الخوذة اللي بيلبسوها، والشولدر بادز اللي هي بيلبسوها تحت الجيرسي بتاعهم عشان تحميك لو حد خبطك مثلا، والجلوفز اللي بيمسكوها في ايديهم عشان يعرفوا يمسكوا الكوره كويس وهي طايره، وكمان الماوث جارد اللي انت بتحطه في بقك عشان يحمي اسنانك من اي خبطه. كل الحاجات دي ماشي ومقبوله ان هي تحميك يعني من اي خبطه، لكن ان يبقى من قوانين اللعبه ان انت يبقى معاك فوطه علشان تنشف بيها عرقك وتبقى اجباريه، دي بصراحه حاجه غريبه جدا. يعني ليه ابقى انا عمال اجري في الملعب وماشي بفوطه حاططها في وسطي عشان خاطر لو عرقت اقعد انشف بيها؟ دي حاجه غريبه قوي، بس ماشي، هنقول سلو بلدهم كده، ما علينا. وبرضو الفوتبول دي ليها الكليتس بتاعتها او الجزمه الرياضيه شبه الجزمه بتاعت كره القدم اللي احنا نعرفها، بس مختلفه شويه عشان تخلي اللاعب كده يعرف يجري كويس ويناور وهو بيلعب على الملعب. واللعبه التانية هي البيسبول، برضو لعبه شعبيه موجوده في امريكا، ودي برضو بتحتاج لبس معين وكل حاجه. ومن الحاجات الاساسيه فيها هي العصايه دي او بيسموها بات، اللي انت بتضرب بيها الكوره عشان تبعدها لاقصى مدى تقدر عليه. وليها برضو الهيلمت المخصوص بتاعها، مش زي بتاع الفوتبول، ده شكل مختلف شويه. وليها برضو الكليتس اللي هي الجزمه الرياضيه الخاصه بيها. وفي المحل برضو لقيت أجهزة كتير قوي خاصة بكمال الأجسام والأثقال والأوزان وكل الحاجات دي. في ناس كتير قوي بتحب إن هي تعمل جيم عندها جوه البيت، ده بيريحها إن هي تروح الجيم بقى 2-3 في الأسبوع. أو ممكن تقول في ناس بتحب إن هي تجيب الأجهزة عشان ما تدفعش اشتراك ويبقى عندها خصوصية وتلعب في بيتها في أي وقت هي عايزة في اليوم. فبرضو ناس بتشتري الحاجات دي من محلات شبه المحل ده. ومن الرياضات برضو المشهورة قوي هنا في أمريكا، وبالذات في ولاية فلوريدا اللي أنا عايش فيها، هي لعبة الجولف. فطول ما انت ماشي في فلوريدا وكل مدينة بتعدي عليها هتلاقي فيه ملاعب جولف كبيرة قوي، بتروح تحجز بقى عشان تتعلم مثلا او تتمرن مع حد او تلعب حتى مع نفسك او مع اصحابك. لكن مشكلتها ان هي رياضة غالية شوية، يعني المضارب والادوات والحاجات والايجار وكل الكلام ده هتلاقيه غالي شوية.
انت عشان تروح تلعب في مكان لو عايز تاخد الادوات بتاعتك انت، فانت لازم تشتري السيت كله بتاع المضارب، عشان كل مضرب له وظيفة وبيوصل الكورة لحتة معينة. يا اما لو مش عايز تشتري بقى ممكن تأجر من المكان اللي انت بتلعب فيه. فعشان كده هي من الرياضات الغالية، لان مش هتعرف تلعبها في اي مكان، ليها ملاعب مخصوصة والادوات بتاعتها كمان غالية مش رخيصة. وعلشان أمريكا مليانة غابات وفيها حياة برية في أماكن كتير قوي، رياضة الصيد أو الهانتنج انتشرت جدا في أمريكا. ودي رياضة برضو محتاجة استعدادات معينة، يعني الموضوع مش عشوائي، لازم له لبس معين، معدات معينة عشان تعرف تستمتع بالرياضة، وكمان الموضوع يبقى أمان بالنسبة لك، مفيهوش خطر. وطبعا أهم حاجة فيها هي وسيلة الصيد اللي أنا بصطاد بيها، زي القوس مثلا أو البنادق. فانت برضو لو رحت المحل ده هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايز تشتريها، عايز بنادق هتلاقي، عايز ذخيرة هتلاقي، كل حاجة متوفرة. لكن طبعا هي بتبقى محتاجة رخصة علشان خاطر تعرف تشتريها. وعلشان تطلع رخصة انت مش محتاج اكتر من انت بس بتديلهم البطاقة بتاعتك اللي هي الدرايفر لايسنس، وتقريبا بيقعدوا يوم لغاية ما يستعلموا عنك ويتأكدوا ان انت شخص عندك الاهلية ان انت يبقى معاك سلاح زي ده. لكن عشان تحتفظ بحاجة زي كده في بيتك انت محتاج يبقى عندك خزنة، والخزنة برضو بتتباع في نفس المكان. هتلاقي منها اشكال ومقاسات مختلفة على حسب الكمية والحجم بتاع الحاجات اللي انت هتشيلها فيها. ولو طالع تصطاد يومين او 3 او حتى طالع كامبينج، فانت اكيد محتاج مكان عشان تنام فيه. فبرضه هتلاقي في المحل ده عندهم خيم باشكال كتيره جدا، تختار اللي انت عايزه على حسب احتياجك. وطبعا اللي انتوا شايفينه ده مش حجم الخيمه العاديه ده، بس هو مديلك نماذج كده عشان تشوفها لو في حاجه عجبتك. فبتكون الخيم بقى الكبيره موجوده في الرف تحتيه، بتاخدها وتشتريها، لانه اكيد مش هينفع يفتح كل الخيم دي ويحطها جنب بعض، لانها هتاخد مكان كبير قوي. ولو رايح تصطاد ممكن تشتري لبس زي ده، بيبقى لبس شبه بتاع الجيش كده المموه، علشان تعرف تستخبى وسط الشجر والحيوانات ما تشوفكش وانت بتصطاد. وبرضه صيد السمك من الرياضات المهمة قوي في أمريكا، لأن أنت عندك كمية سواحل كتيرة جدا، سواء على المحيط الأطلنطي أو المحيط الهادي أو حتى الأنهار والبحيرات الكتيرة جدا المنتشرة في كل حتة في أمريكا. وطبعا كل حاجة ليها العدة المخصوصة بتاعتها، حتى الطعم بيبقى مختلف من مكان لمكان. وطبعا اللي بيفهموا في الصيد هيفهموا كمان اللي أنا بقول عليه ده. وبالمناسبة أنا بحب صيد السمك جدا، فانتوا لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو مخصوص واوريلكم الصيد السمك في امريكا عامل ازاي والعدة والطعم وكل التفاصيل، قولولي في الكومنتس وانا هصوره في اقرب وقت. والمحل ده اللي هو سبورتس اكاديمي مش بيقدم بس ادوات رياضية ولبس وكلام كده، لكن هو كمان عنده حاجات خاصة بالاوت دور، زي مثلا ادوات الشاوي والشوايات وكل الحاجات دي. هتلاقيه بيعرض لك مثلا شوايات بالفحم او شوايات غاز او شوايات كهرباء او حتى شوايات اللي هي بالسموك، بتسوي لحمة على الدخان عن طريق الحطب والخشب والحاجات دي. ودي اللي بيعملوا بيها لحمة البريسكت، اللي هي اللحمة اللي بتاخد وقت سوا طويل قوي وبتبقى طالعة كده دايبة خالص. فكل الحاجات دي برضو هتلاقيها واشكال كتير، وكل الادوات الخاصة بالشاوي هتلاقيها في مكان زي ده. I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. طبعا اللي احنا بنحاول نعمله في سلسلة الفيديوهات دي ان احنا بنعرفكم كل حاجة حوالين الحياة في امريكا، ولسه مكملين في الموضوع ده. فلو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت روح اتفرج عليها، لان هتدي لك فكرة عن الحياة وازاي الواحد ممكن يجي في امريكا. هتلاقي في فيديوهات كنت بتكلم فيها على تجربتي وازاي قدرت ان انا اسافر امريكا، فتأكد ان انت عامل سبسكرايب عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات دي وكل الحاجات اللي جاية كمان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.